الحبايب مساء الخير. الفنان نور النبوي ابن خالد النبوي خبط واحد بالعربيه وكسره وتخلى عنه وسابه ومشي، شغل عيال يعني. ايه اللي حصل بقى؟ تحت محور 26 يوليو في منطقه تابعه لكرداسه، شاب راكب موتوسيكل، الراجل كده يعني في اخر الثلاثينات من عمره، عربيه خبطته، المهم وقع على الطريق واتشقلب ومعرفش ايه، العربيه وقفت، نزل منها شاب كده، الناس اتلمت، اكتشفوا ان هو الفنان نور النبوي ابن خالد النبوي. للامانه يعني خد الشاب كده وقعدوا على الرصيف، وانت كويس وانا مش هتخلى عنك ومعرفش ايه. انت طبعا الناس اللي حواليه عرفوا، يعني الناس عرفوا ان ده نور النبوي. فالشاب بيقول انا قلت بالظبط قدر الله ما شاء فعل، تمام مفيش مشكله، يعني ودوني بس المستشفى عشان انا رجلي مش حاسس بيها. فبيقول راح واخده وراح منيمه في العربيه بتاعته من ورا. تمام، حلو قوي، كتر خيرك والله يا استاذ نور. المهم وراح متصل عامل تليفون، فجوله اتنين من صحابه بقى شغالين معاه، قرايبه ما اعرفش، فقالوا للضحيه ده، الضحيه ده اسمه وائل بالمناسبه وشغال محصل كهرباء ومن منطقه القناطر، قريه تبع مركز القناطر، تعالى تعالى انا عربيتنا. فقال لهم تمام، قالوا تعالى عشان بس ننقلك المستشفى بسرعه ومش عارف ايه. تمام، راحوا شايلينه وراح حاطينه في العربيه الثانيه بتاعه صحاب نور النبوي، ونور النبوي راح ايه مدور عربيته وراح ماشي. فالشاب بيقول يعني طب هو مشي ليه؟ قال له لا 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 ما تقلقش، احنا معاك، احنا هنوديك مستشفى، ما تقلقش خالص. العهده على الراوي، الراوي هو اللي بيقول كده، والراوي ده هو صاحب المصيبه نفسها. تمام، بيقول خدوني المستشفى ودوني المستشفى. طبعا انا عندي يعني هو عنده تامين صحي تبع الشغل بتاعه. راح الطوارئ ما اعرفش ايه، عملوا له اشعه، فالدكتور قال له انت عندك كسر في كاحل الرجل اليسرى، وده طبعا اكيد هيحتاج شرايح ومسامير. بيقول اول ما قالوا لي كده، اول ما الدكتور قال لي كده، ببص حواليا ما لقيتش الاثنين صحاب نور النبوي، فص ملح وداب. فين ما اعرفش ايه، مفيش. بيقول اتصلت باخويا واتصلت بقرايبي، جم ولاد الحلال في المستشفى سندوني لحد لما ايه يعني خلصت الاجراءات بتاعه دخولي المستشفى وطلعوني على غرفه فوق، واخويا جه وتمام التمام، وخضعت العمليه، مفيش حد كلمني، وانا طبعا اللي دافع المصاريف، او التامين الصحي اللي دفع مصاريف الاشعه ودفع مصاريف المستشفى، وركبت عدد من المسامير والشرايح، وعمليه استغرقت تقريبا حوالي 4 أو 5 ساعات. يعني هو قال لي يعني بيقول تقريبا من الساعه 10 لحد الساعه 3 ظهرا وانا في جوه غرفه العمليات، وخلاص وتمام. والدكتور قال له طبعا انت هتفضل هتعمل علاج طبيعي وهتغيب من الشغل وهتقعد حوالي 6 شهور. فبيقول انا ما كلفتش الناس حاجه، لا كلفت الراجل نور النبوي ده حاجه ولا الكلام ده كله، ولا اتصل ولا سال عليا ولا الكلام ده كله، ولا لا لا ما تخافش انا جنبك، ولا لا لا بص انا تحت امرك وانت راجل جدع طالما انت قدر الله ما شاء فعل. بيقول فضلوا يمطلوا فيا وانا قاعد في المستشفى على اساس ان انا اخلص يعني فتره بقى يعني العمليه وما اعرفش ايه واخرج من المستشفى، وطالما انا خرجت من المستشفى وما عملتش محضر خلاص كده بقى، ما انا يعني انا ماليش حاجه عندهم. فبيقول كلموني قبل ما اخرج من المستشفى بيوم وقالوا لي يعني صحاب نور بقى، يا استاذ وائل احنا هندفع لك 50,000 جنيه. على فكره انا يعني انا كخالد بقى، انا ماليش علاقه هو يقبل العوض في نفسه ولا ما يقبلش العوض، ولكن انا بتكلم على موقف انساني. فبيقول لا لا يا جماعه خلوا لكم ال 50,000 جنيه، خلاص انا عملت العمليه وتمام. فبيقول ايه من هنا لهنا، قالوا خلاص هندفع لك 150,000. فقرايبه واخواته قالوا له يا عم خلاص يعني كده كده انت هتقعد 6 شهور من الشغل، وكده كده انت محتاج علاج طبيعي وهتروح وتيجي انت على دكتور علاج طبيعي، وانت صاحب بيت وعيال، فهتصرف منين؟ خد ال 150,000. فقال لهم طب خلاص ماشي ماشي يا جماعه 150,000 تمام. امتى؟ بكره هنحول لك الفلوس. بكره جه ما تحولش الفلوس، بعد بكره ما تحولش الفلوس. قبل ما يخرج من المستشفى قال لاخوه طالما هم كده اعمل محضر، وعمل محضر بالواقعه واتسجلت وخلاص وتمام التمام. نقطه فول ستوب، القصه خلصت من وجهه نظر الراجل اللي هو الضحيه. وللاستاذ نور حق الرد، ممكن يكون في روايه تانية خالص الراجل ما حكاهاش لان حكاها من وجهه نظره، ممكن يقول لا الراجل ده انا اهتميت بيه وانا اللي وديته المستشفى، هو حر يرد طبعا. المهم انا معترض على فكره يعني ليه ده؟ يعني انا دلوقتي لو ده اللي حصل اللي انا حكيته ده حصل بالظبط، يا استاذ نور في انسانيات بعيدا عن الفلوس. الراجل قال لك قدر الله ما شاء فعل وما عملش معاك محضر ولا بهدلك بهدله ولا الحقوني يا نجده ومش عارف ولا الكلام ده كله. ابسط حاجه انك انت بنفسك اللي كنت توديه المستشفى لان انت اللي خبطه. انا سؤالي لنور النبوي، او مش لنور النبوي، للاستاذ خالد النبوي،
يا استاذ خالد، نور اعتبره شاب وصغير وما يعرفش لا الاصول او لسه ما يعرفهاش او ما يعرفش الواجب او ما يعرفهاش، او يعني حتى هو متربي تربيه بره خواجاتي فما يعرفش الكلام ده كله، وجي قال لك انا خبطت واحد بعربيتي والواحد ده في المستشفى، ومش انا اللي وديته، ده انا كلمت اصحابي نقلوه وانا خدت العربيه، انا خبطته وكسرته ورميته على الطريق وكلمت اصحابي بقى ياخدوه يودوه المستشفى وانا مشيت. مش المفروض كنت تقول له يا ابني لا، المفروض كنت تروح مع حد المستشفى وانت تكفل بالمصاريف دي طالما شاب طلع محترم ولا قال لك هعمل محضر ولا اتزك ولا وانت تتكلف مصاريف بتاع. ولو راح هناك على فكره يا استاذ خالد كان هيكتشف ان الشاب ده عنده تامين صحي هيشيل كل حاجه، وساعتها الشاب ده لا كان هياخد منه جنيه ولا اتنين ولا تلاته، ولكن الانسانيات. ليه كده؟ ده السؤال اللي نفسي حد يجاوبني عليه، ليه كده؟ شكرا.